ايه رايحة فين؟ هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده في حلقة جديدة من جودي بابا. انا بحاول اشوف المعلم، طبعا الشمس مش مساعداني خالص، لكن الحمد لله. يعني هنا طبعا احنا عند البيت بعد ما الحداد خلص، احنا كنا انجزنا بصراحة، والحداد عمل شوية حاجات جامدين. تم الحمد لله تركيب بردك اليافطة دي هنا، الهيكل الحديدي بتاعها، على اساس ان هنا المفروض هيتفتح باب على انه يكون محل تجاري. وطبعا تم تركيب الكاميرات برضو، يعني ركبت كاميرات. وهنا الحداد صمم اليافطة ولحمها وظبطها هنا، وعدلنا الباب ده. كان فيه برضو بعض الحاجات ومش راضي يرد، الحمد لله عدلناها. تعالي. تعالى من جوه بقى. صح يا بابا؟ ايوه يا ست الكل. في حتة مرجحة كل يوم أنا وبابا كنا نروح نتمرجح عليها. استنى وراها. جا العربية بتاعتنا. تعالي. طبعا هنا هنكمل بقية التجهيز، المحاولة ترميم الثلاجة. يعني ده ترميم الثلاجة. هنا طبعا الحمد لله شلنا كل المخلفات الموجودة، وطبعا رد الباب. حاضر. ودي بقايا حديدية. هنا تم تركيب مصبعات حديدية. طبعا كان الأول الألميتال ده من غير حديد كده عشان خاطر يحفظ البيت. تم تركيب برضو السماعات والكاميرات هنا، وفي كاميرا تاني برضو من بره، أنا نسيت إنه إيه أظهر لكم بقية الكاميرات. المكان كله الحمد لله تم تفريغه، باقي بعض المخلفات اللي إن شاء الله اللي هي بقايا من الشغل والتجهيز. حاضر يا جودي. تم تعديل المرجحة دي على أساس تبقى مرجحة كده بالوضع ده. وهنا طبعا ترابيزة حديد برضو تم تكفيلها. الحمد لله انجزنا يعني، الحمد لله. هنا برضو تم تصليح الحاجات كل اللي هي خاصه بالمراجيح. يا بابا؟ مية بس. بس تمام. تم تصليح المرجيحه دي برضو، مفيش غير انها تتركب، والمراجيح دول وتظبيطهم وتركيبهم بحيث ان الزحاليق يشتغلوا والتوازن يشتغل. برضو تم تركيب مصبعات حديديه للشباك هنا، سماعات، كاميرا برضو. الحمد لله الحدادين خلصوا معنا كل الحاجات، والفنيين بيركبوا الكاميرات والسماعات. وبرضه هنا في بعض المخلفات التانية اللي المفروض ان شاء الله نشيلها. ومعانا بعد كده طبعا المكان ده تم تفريغه بالكامل، وده اللي هو هيتعمل فيه الباب هنا بتاع المحل اللي تركب عليها اليافطة. الله يكبر. وفاضل ان يتشال برضه الحاجات الخشبية اللي فوق دي، تتشال عشان يتكمل السقف وتتبين الجزء ده. يبقى كده احنا فصلنا وجهزنا المكان. ده رخام، ده الرخام اللي تم تجهيزه. الكهرباء برضو عايزه ان ايه الكهرباء يقفل العلبه ويركب العداد لما يوصل العداد. نعم. نحطش كده تاني عشان محدش اللي هيركب باب الجرار. هنا اسطوانه غاز خاصه بالسياره او بالعربيه. الحمد لله انتهينا من الحديد. المكان عامه يعني وسع وفضل الحمد لله. احنا كده ايه يعني وسعنا المكان وفضيناه. هو هيتشال كم المخلفات اللي هي الزيادات دي، ونبدا توضيب الجنينه بعديها. اي ماشي، والله المستعان باذن الله. عايز تقول ايه يا جودي؟ طبعا المكان يعني احنا بدأنا عايزين نفضي الباقي عشان يفضى ونبدا نوضب الجنينه. الحمد لله. طبعا احنا نفذنا فكره، الفكره دي كنا اطلعنا عليها بردك من خلال شرح ازاي ان احنا نقضي على ذبابه الفاكهه، لان الجوافه كلها كانت بتدود. الفكره جميله برضو. دي التينه برضو. هنا الليمونه، والليمونه لحد الان يعني طلعت ليمونه واحده، فربنا يكرمنا ان شاء الله وان الليمونه دي تجيب انتاج. هي ما بتثمرش ليمون، وعايزين نشوف القصه دي، وحاولنا نسال في اكتر من حاجه عليها، وان شاء الله هننفذ فيها تجربه او اتنين من اللي احنا شفناهم. هنا برضو احنا هنا التين شغال، وتقريبا في برضو علبه احنا حاطينها، بس ايه يعني مكانها خافي خالص. هي ايه علبه برضو عشان تصطاد ذبابه، هي عشان ذبابه الفاكهه. الحمد لله برضو الوضع كويس مسيطر عليه. كده احنا يعني الحمد لله حافظنا على البيت، ظبطناه، حطينا الحديد، ركبنا المصبعات الحديديه، ركبنا الكاميرات. تمام. الوضع كده يعتبر الحمد لله كويس. وباقي ان احنا نشيل الثلاجه دي، هتروح على اساس صيانه بس. هو الكهربائي قال انها هتركب كده لحد ما نجربها فتره، وبعد كده هتترفع. الوضع الخشبيات دي كلها هيتم رفعه عشان نوضب المكان ونشيل بقايا المخلفات دي ونستمتع باللي حصل، وان شاء الله يكون خير يا رب. ان شاء الله ما ننظف البيت كله ان شاء الله نلتقي معاهم مره ثانيه في توضيب وتجهيز الجنينه،
ونقول لهم الف سلامه دلوقتي يا اصحابي. ماشي، عايزه اقول لهم حاجه. عايزك فين؟ نشيلوا كل الحاجه دي، هنركب الميه وهنحط اكل هنا، وممكن نعيشوا هنا برضو. ان شاء الله خير حبيبي. يلا الله المستعان، والف الف سلامه. مع السلامه مع السلامه. نقول لاصحابنا مع السلامه. مع السلامه. يلا باي باي.